عمرك قعدت على السرير بالليل كده وقلت خلاص بكرة هبدأ صفحة جديدة؟ بكرة هذاكر، بكرة هتمرن، بكرة هشتغل على حلمي، وبعدها تصحى من النوم وتلاقي نفسك عامل نفس اللي عملته امبارح؟ لو انت حسيت بكلامي ده يبقى لازم تسمعني للنهاية. التسويف يا صديقي مش مجرد عادة. التسويف هو العدو رقم واحد للنجاح. التسويف هو اللي بيخلي الطالب يفتح كتابه ليلة الامتحان وهو مرعوب. التسويف هو اللي بيخلي الشاب يفضل يحلم بمشروع السنين ومفيش ولا خطوة على الأرض. التسويف هو اللي بيخلي ناس كتير تعيش وتموت وما حققتش أي حاجة كانت بتحلم بيها. خليني أقولك حاجة صادمة: العمر مش هيستناك، الوقت مش هيرجع، وكل يوم بتأجل فيه هو يوم بيتخصم من عمرك. الفرق بين الناجح والفاشل مش الذكاء، ومش الفلوس، ومش الظروف. الفرق الحقيقي إن الناجح بيتحرك حتى لو خايف، حتى لو تعبان، حتى لو الظروف مش كاملة. إنما الفاشل بيفضل يستنى اللحظة المثالية، وصدقني اللحظة المثالية دي مش هتيجي أبداً. بص حواليك، هتلاقي الناس اللي بدأت صغيرة بخطوة بسيطة هم اللي كبروا ووصلوا. اليوتيوبر الكبير اللي بيتفرج عليه ملايين بدأ بموبايل هديم وفيديو بسيط. رجل الأعمال الناجح اللي عنده شركات بدأ بخطوة صغيرة يمكن كانت مجرد ورقة وقلم. الرياضي اللي بيكسر أرقام قياسية بدأ بخطوة، أول تمرين، أول دقيقة، أول عرق. الموضوع كله مش في الحجم، الموضوع في البداية. ولو سألت أي ناجح سر نجاحك إيه، هيقولك إني بدأت بدري. اسأل نفسك دلوقتي، لو بعد 5 سنين لقيت نفسك واقف في نفس مكانك هتكون مبسوط؟ لو بعد 10 سنين اكتشفت إنك ضيعت نص عمرك على السوشيال ميديا، فين هتروح من ندمك؟ ما تخليش دماغك يضحك عليك. صوتك الداخلي اللي بيقولك مش وقته، لسه بدري، استنى لما تبقى جاهز، ده مش صوتك، ده صوت التسويف. الصوت ده لازم تكتمه بخطوة عملية دلوقتي حالا. فأنا متأكد إن جواك رغبة حقيقية في التغيير. أنا بطلب منك دلوقتي تدعمني بلايك واشتراك في القناة، مش عشان الأرقام، لكن عشان الرسالة توصل لناس أكتر. خلي بالك، قرار انك تتغير ده انجاز. انك تبدأ صفحة جديدة مع نفسك ده انجاز. انك تفشل وتخسر وتقرر تقوم من تاني ده انجاز، وانجاز كبير كمان. ما تستهونش بنفسك وخليك فخور بده.